بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في محاضرة جديدة من محاضرات الأدب. وصلنا إلى شاعر العرب الأكبر، الشاعر الذين اتفق العرب جميعا بأنه أعظم شاعر في العصر الحديث، وهو الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري. ناخذ جزء من حياته ونبلش بقصيدته. هنا السؤال الأول، السؤال شوية طويل فراح نقسمه، فراح أسألك وجاوبيني على قد سؤالي. راح أسأل بابا وجاوبيني على قد شنو سؤالي. هنا يسألني يقول لي ما اسم الجواهري الكامل؟ شو اسمه يا بنات؟ هو محمد مهدي ابن الشيخ عبد الحسين. إذا يقول لي ما اسم الجواهري الكامل؟ اسمه محمد مهدي عبد الحسين. محمد مهدي عبد الحسين. زين، بما اشتهرت أسرته؟ احكي بابا. من أسرة عريقة اشتهرت بالزعامة الدينية من عهد مؤسسها الشيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام. إذن بيش اشتهرت أسرته؟ في تصنيع الصواريخ أم في بناء المراكب الفضائية؟ لا، اشتهرت أسرته بالصلاة والصوم، حالها حال العوائل العراقية. إذن أسرته اشتهرت بالصلاة والصوم من عهد مؤسسها الشيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام. فهذا جواهر الكلام ممكن يجيني تعريف يقول لي انسب هذا جواهر الكلام كتاب لمؤلفه الشيخ محمد حسن، هذا الشيخ اللي أسس لأسرة الجواهري. أين ولد ومتى؟ ولد في مدينة النجف عام 1899 المدينة التي كانت تزدحم بالمجالس العلمية والأدبية. تمام. مما استقى تعليمه؟ شنو يعني استقى؟ استقى يعني أخذ، يعني من أخذ التعليم مالته؟ جاوبيني. درس وهو في سن السابعة. منذ حداثته لدراسة علوم اللغة والمنطق. تمام. متى توفي وأين؟ توفي في دمشق عام 1997. تمام. إذن هذا تلخيص للحياة اللي عاشها الجواهري، مو الحياة عفوا، معلومات عنه. هو محمد مهدي عبد الحسين، أسرته اشتهرت بالزعامة الدينية. اللي أسس أسرته هو جده الأكبر اللي هو محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام. ولد في النجف عام 1899، ومدينة النجف كانت تشتهر بالمجالس العلمية. درس وين درس؟ درس في الكتاتيب. شنو الكتاتيب؟ الكتاتيب يعني الدورات اللي كانت تصير بالجامع أو الحسينية أو يعني بالجامع يروحون الأطفال يعلمهم الشيخ، يسمونها الكتاتيب. بعد ذلك اتجه إلى دراسة علوم اللغة والمنطق والفقه وأصوله، حتى توفي عام 1997 في دمشق. فجابوا حتى يدفنونه بالعراق، طردوهم وقالوا لهم روحوا دفنوه بسوريا، فدفن في دمشق في مقبرة الغرباء. لأن الجواهري كان معارضا للنظام السياسي العراقي آنذاك اللي هو الرئيس صدام حسين الراحل. فصدام حسين سحب الجنسية من الجواهري وطرده خارج العراق، لأن الجواهري الله يرحمه ما يقعد راحة، يجي ويندق بصدام حسين ويخلي قوره بقور صدام حسين ويظل يحكي على صدام حسين بالقصايد مالته. هسه تجابك على هاي السالفة وكل وصوص. تمام؟ زين. السؤال الآخر شو يقول لي؟ ما أثر البيئة في توجه الجواهري للشعر؟ يعني البيئة اللي نشأ بيها شلون أثرت بيه وخلته يتوجه للشعر؟ أو ممكن شو أقول لك؟ علل يعد الجواهري في طليعة المثقفين، أو أقول لك تأثر الجواهري بكبار الشعراء وقرأ شعرهم وحفظه ناقش ذلك، أو أقول لك ما مصادر ثقافة الجواهري، أو أقول لك كيف ثقف الجواهري نفسه. هذا السؤال احنا بدنا نتكلم عن البيئة اللي نشأ بها الجواهري وشلون أثرت على ثقافته. يعني أنا أقول لك الجواهري من ثقف روحه؟ الجواهري مو كلنا متفقين إنه هو إنسان مثقف؟ منين اجت الثقافة؟ خلينا نحكي بالله. أي كان بيت الجواهري بيت علم وشعر وأدب، شأنه شأن بيوت كثيرة في نجف العراق. فقرأ لكبار الشعراء وحفظ شعرهم وتأثر بهم منذ حداثته، وقيل إنه حفظ ديوان المتنبي
وقسما كبيرا من شعر غيره من مشاهير الشعراء والتقى أحب الشعراء إلى قلبه محمد سعيد الحبوبي في بيتي. بس ركزي وياي احفظيهن من عندي. الجواهري هو مثقف. منين اجت الثقافة؟ أول شيء إنه هو بيتهم بيت علم وشعر وأدب. شي يتعلم هو شي يصير؟ أهله كلهم متعلمين ومثقفين، بيهم الشاعر وبيهم الأديب، بيت شعر وعلم وأدب. شي يطلع هو بنشرشي؟ يطلع مثلهم. صح لو مو صح؟ تمام. فمن أهله أخذ الثقافة من أهله. بعد طبعا أنا هو شي يقول لي كان بيت الجواهري بيت علم وأدب وشعر وأدب. حاله حال بيوت كثيرة في النجف الأشرف أنا ذاك يعني بذاك الوقت. زين، إذن هو قلنا أول شيء هو ورث الثقافة من أهله، وبعدها قام يقرأ شعر لكبار الشعراء ويحفظ شعرهم، حتى قيل إنه حفظ ديوان المتنبي كله، وحفظ شعر عدد كبير من الشعراء، والتقى بمحمد سعيد الحبوبي في بيت أسرته. كل هذه الأمور اللي ذكرناها جعلت الجواهري في طليعة المثقفين. ده تفهمين علي؟ منين حصل على الثقافة؟ قلنا لكم بيتهم بيت علم وأدب، وقام يقرأ شعر لكبار الشعراء، وحفظ ديوان المتنبي، وحفظ قسم عدد كبير من الشعراء، حفظ شعر عدد كبير من الشعراء، والتقى بالسيد الحبوبي. ايش يطلع؟ طبيب أسنان. زين، السؤال الثالث: ما الذي أثر في تكوين شخصية الجواهري الأدبية ونضجه الفني؟ العرب اتفقوا أن الجواهري هو الشاعر الناضج فنيا. اتفقوا أن الجواهري شاعر ناضج فنيا. ناضج يا بابا، جواهري شاعر ناضج. شنو هو؟ شلون وصل لهذا النضج؟ من جاء هذا النضج؟ فهمتي السؤال؟ شنو الأثر بتكوين هذه الشخصية الأدبية اللي هي شخصية الجواهر بحيث وصل إلى مرحلة النضوج الفني؟ خلوه على النار ونضج، لو ايش صار بي؟ احكوا لي. تقريبا الجواب اللي حنجاوبه نفس ذاك، هو بسبب الورث مالته الثقافي وتعلقه بالشعر. احكي لي. كان للإرث الثقافي وتلك البيئة وعشقه للشعر وتعلقه بالشعراء أثر كبير في تكوين شخصيته الأدبية ونضجه الفني وارتقائه القمة. اوكي، إذن دا يقول لي يابا شنو سبب نضجه الفني؟ قلت له عمي بسبب الإرث الثقافي، وبسبب البيئة اللي عاش بيها، البيت اللي عاش بيه، وبسبب تعلقه بالشعراء وقرأ شعرهم. هذا كله أدى بي إنه يوصل إلى مرحلة النضوج الفني حتى وصل القمة. اتفقوا العرب جميعا وسموه بشاعر العرب الأكبر. هذا اللقب أطلقه عليه العرب مو العراقيين، العرب النقاد العرب من المغرب إلى العراق ومن تونس إلى السودان، كلهم اتفقوا أن الجواهري هو شاعر العرب الأكبر من دون يعني ما حد نازع على هذا اللقب. ولقب أيضا بنهر العراق. يعني أنا ممكن أقول لك بما لقب الجواهري؟ لماذا؟ شنو السبب اللي خلاه يلقب هذا اللقب؟ تحكي لي هذا الحكي. بسبب الإرث الثقافي، بسبب تلك البيئة، بسبب عشقه للشعر، تعلقه بالشعراء، كون لي شخصيته وخلاه ناضج فنيا لحد ما وصل القمة، والنقاد أطلقوا عليه شاعر العرب الأكبر ونهر العراق الثالث. ماذا يرى النقاد الجواهري؟ من هم النقاد الذين كتبوا الأدب؟ شنو بنظرهم الجواهري؟ احكي لي. النقاد شي يشوفون؟ يشوفون انه الجواهري هو الشاعر الوحيد اللي ما يخاف، واللي بشعره صور لي حياة العراق السياسية من عام 1920 إلى عام 1997، يعني لحد عام وفاته، مات بال 97. يعني شنو فرق الجواهري عن باقي الشعراء العراقيين؟ انه هو كان ما يخاف من الحكام، اي حاكم ينتقده عادي يعني. فلذلك بشعره نلقى دائما انتقاد سياسي لاذع لجميع الحكام الذين حكموا العراق من عام 1920 إلى عام 1997.
يعني النظام السابق اللي هو الرئيس العراقي صدام حسين حكم العراق لمدة 35 سنة. صدام حسين العراقي خاف من عنده، الأردن العرب كلها تخاف من عنده، مو بس المواطنين العراقيين. الجواهري خاف من عنده؟ لا، انتقده بشكل طبيعي. لذلك هذه نقطة مهمة. يعني أنا أقول لك ما منزلة الجواهر الشعرية بين الشعراء العراقيين، منزلته أنه هو أكبر شاعر صور لحياة العراق السياسية، كان يتدخل بالسياسة من العشرينات إلى أن توفاه الله عام 1997. طبعا حياة الجواهري هواي لو نحكي للصبح ما نخلص، فأخذنا جزء من حياته فقط، بعد شوفوا هواي بعد عندنا بحياته. فننتقل إلى وين؟ ننتقل إلى رحمة الله، ننتقل إلى القصيدة. ما عنوان قصيدته؟ عنوانها آمنت بالحسين. هذه القصيدة كتبها ألقاها عام 1907 في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. عنوانها آمنت بالحسين. هذه القصيدة طويلة جدا، طويلة، مختارين من عندها 12 بيت للحفظ 10 أبيات فقط. راح أقرأ ردي وراي بيت بيت. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، مو غدهم، شنو غد؟ غدهم قنعي. تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، نسيم الكرامة من بلقعي. كلنا بصوت واحد، 1 2 3. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي،
وصونا لمجدك من أن يذال فيا أيها الوتر في الخالدين فالذان للآن لم يشفعي فالذان للآن لم أسرع ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي تعاليت من مفزع للعتوف وبورك قبرك من مفزعي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي نسيم الكرامة من بلقعي نسيم الكرامة من بلقعي فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعبق روحا ومن مسكها أضوعي ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي وحزنا عليك بحبس على نهجك النير المهيعي وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تاباه من مبدعي فالذان للآن لم يشفعي فالذان للآن لم يشفعي ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه شممت ثراك فهب نسيم الكرامة من بلقعي نسيم الكرامة وعفرت خدي بحيث استراح خد تفر ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. طبعا هذه القصيدة مشهورة على اليوتيوب. طبعا لحنها باسم الكربلائي، لحنها على شكل لطمية طبعا، وكلهم دا يغنونها هيجي اللي هو شنو؟ فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعباق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي وراعيا ليومك يوم الطفوف وساقيا لأرضك من مصرعي وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهي. بس أكيد مازن الهلالي اللحن مالته شوية مختلف. 1 2 3 فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تباه فيا أيها الوتر في الخالدين فالذان للآن لم يشفعي فالذان للآن لم يشفعي ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي نسيم الكرامة يلا وعفرت خدي بحيث استراح خد تفر ولم يضرعي وحيث سناك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. بابا اكو طالبه من طالباتي جايه زياره علي اسمها درر دا تنتظرني هناك. صحي وين درر؟ اريد تستقبلونها استقبال جميل جدا لان هذه الطالبه متميز. هاي ايش بيكم عيني؟ هيفاء عيني شيماء. اكو طالبه للالكترون اسمها هيفاء؟ طالبه عفوا ماكو طالب.
اريد وينها درر؟ استقبلوها بالصلاه على واحد. اهلا وسهلا. طبعا درر من طالبات العام. تعالي هيك درر شويه. من طالبات العام، طالبتنا المتميزه اللي جرت 100 من راسها وجابتها تركض. شلونك درر؟ شو اخبارك؟ يعني احنا هسه مذيعين هون. الحمد لله استاذ. شلونك بعد السادس؟ والله يعني شعور. درر شو احسك منتهيه. شو مسوي بيك السادس؟ بس اريد افتهم. شلون السادس درر؟ سهل لو صعب؟ يعني ولا هيك ولا هيك، يعني لا هو سهل ولا هو صعب. تمام. ايش قد جبتي بالعربي؟ 100. جابت 100 بالعربي طبعا. معدلك العام 100 بوينت؟ 100.4. 100.4 يعني من الاوائل على الطلبات العالمين. درر اريد بس تقدمين نصيحه، لان اكو طالبات عندنا تويخات ما يقرن باليومي، فاريدك تحكي لهن اليومي شنو اثره على الطالب. اليومي كلش مهم بالنسبة للطالب، وخاصة بالأدب. يعني الأدب إذا موضوع واحد أو موضوعين ما يقروهم يومي، حتى بالتراكمي ما حيقدرون يقروه ويسيطرون عليه. فاليومي كلش ضروري، يعني هو ما ياخذ من عندهم نص ساعة بس هيك مجرد يعني يقروا شفهي. احنا نظامنا بالأدب تعرفينه انه هو نظام نردد ونفهم، يعني الفهم هو شنو؟ الفهم يعني ينخزن بالعقل اسرع من الدرخ. صح لو مو صح؟ اي صح. فاحنا من نشرح الادب نشرحه شرح فهمهم عليه. اي هو اهم. وبعدها المفروض يرجعون للبيت شو يسوون؟ يقروا. زين اللي ما تقرا بس وجهي لها كلمه. اسوأ كلمه بالكون اعطيها اياها. يعني المهم مسجلين خوال 500,000 راح يفتحوا لكم بها مشروع من بعد. والله علينا راح نضيع فلوسه. زين شنو شفتي العربي ويانا درر؟ والله سهل صراحة، سهل والله بدون مجاملة. احكي لهم عن مازن الهلالي. انت درستي يمي هواي، ممكن تحكي لهم عني؟ احب اللي يمدحني. لا والله ما امدح بروحي، بس حتى الطلاب يعرفون يما دا يدرسون، يقدرون هاي النعمه اللي هم بيها. بالبدايه يعني اسمعوا بابا. بالبدايه يعني هاي المراحل الدراسيه اللي فاتت من المتوسط لحد الخامس، انا يعني كنت اكره العربي واشوف العربي صعب. فما بدينا سادس وبدا الاستاذ يشرح، فانا قمت اشوف يعني الماده سهله، يعني معقوله السادس العربي مالته اسهل من باقي المراحل. فبديت اشك بيه، قلت خاف هذا يضحك علي. والله قلت خاف هذا يضحك علي. طبعا اجتني يوم من الايام اتذكر قالت لي استاذ انت معقوله هذا العربي مالتنا؟ لان هي الظاهر بسبب التجارب السابقه ويا المدرسين السابقين سوها العربي انه هو معضله، فخطيه قامت تشك بيه. ايش قلت لك انا بوقتها درر؟ قلت لي اشوف الوزاريات واذا ما عرفت احل شيء اجي اعاتبك، ورحت شفتها. اعاتبك يعني تعاتبيني؟ اي ويعني والله رحت حليتها وماكو شيء حرامات. يعني الحمد لله. تقولي ماكو شيء حرامات، ما لقيت اكو. فسهله المية بالعربي. شرط الالتزام اكيد. طبعا هسه انا شويه خلي احكي. طبعا درر احكي لكم عن درر من طالبتي شنو؟ من طالباتي الراقيات جدا اللي ارفع لها القبعه. انا ملابس قبعه هسه، بس خلينا نرفع لها القبعه ونرجعها. طبعا انا جدا فخور بدرر، وطبعا اكو طالبات هسه هم راح نطبقهم عليكم، هم من طالباتي العام ايضا كذلك. ماشي. انا جدا فخور بدرر لان درر بنات طالبه حريصه. يعني احنا صراحه احنا ما نريد من الطالب يصنع صاروخ، وحتى ذكاء ما اريد منه، نريد من الطالب بس يلتزم ويانا. يعني اليوم انا اعطيتك محاضره قواعد او ادب، يا ريت تلتزم بها حتى توصل لهدفك. هو مو علم الذره، لان الطالب اذا بدا يهمل المحاضرات محاضره بعد محاضره بعد ترى ما يعرف يحل. صح لو مو صح؟ لذلك انا جدا اشكرك درر، وتستاهلين كل الخير، وانا فخور بيك، وربي يوفقك. ويا ربي دكتوره درر بعد منا وهيك مو صحيح؟ ربي يوفقك. اريد تحيه درر وهي تغادر. حياك الله درر، نورتينا. تتفضل.